السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة آية وهيثم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد 4 انواع ديال الصابلي، كيجي بعجين مقرمش ومشيش وبنين. ونخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 250 غرام ديال الزبدة النباتية، وعندي 2 بيضات، وعندي 2 ساشيات ديال فلون عادي، وكاس ونص ديال السكر كلاصي. كنجمعوا الخليط ديالنا هكا، وهي من الاحسن تستعملوا السكر كلاصي على السنيده، لان السنيده يعني مكاينش صافي زوين. هي من الاحسن ديروا السكر كلاصي هكا. بغيتو تعوضوا الفلون بالفاني او قشره الحامض او قشره الليمون، المهم اللي يكون اختياري. كنضيف كاسه العنبه ديال الزيت، وكنضيف تقريبا كيلو ديال الطحين، كيلو قل شي حاجه، المهم على حسب النوعيه ديال الطحين. كنضيف شويه بشويه ونحاول غير نجمع ما ندلكش، لان فاش كتدلكو فاش كتجي كتطبع بالمراشق كتبدا العجينه انت كتطبعها وهي كترجع لعندك وما كيبقاش الصابلي شاد الشكل ديالو. بحال هذا الشكل. وحاولوا ما تدلكوش، غير بحال هذا الشكل هكا حتى تشبع لكم العجينه ديالكم. وبناقص السر الاول هو السكر كلاصي، نعوضوه بسنيده، يعني ما نديروش غير بسنيده. والسر الثاني هو ما ندلكوش العجينه. وهذا العجين ديالي من بعد ما جمعته غادي نديروه في البلاستيك ونحطوه في الثلاجه على الاقل 2 ساعة. واللي بغات تعجنو بالليل وتخليه ليله كامله حتى لغد الليل ماشي مشكل. المهم العجين ديالي ما فيش الخماره ديال الحلوه، كنكتفي به غير هكا. واللي بغا يدير الخماره يديرها، المهم انا غادي نخليه على هذا الشكل. دابا غنخشيه في الثلاجه ونعاود نرجع لعندكم باش نشكلهم ان شاء الله. من بعد ما كنسرح القطعه ديالي الاولى ديال العجين، كنختار هذا المرشم هذا اللي اوفال، سواء مشنف او سامبل. هو مشنف احسن، كيعطي منظر زوين. ولا كنديروا ديك القوالب ديال الباطو راكم عارفينه، هادوك انا بغيت نستعملهم ولكن كيشدوا لي الوقت، وقلت هذا غنستعملو كيعطيني نيت الشكل ديال حلوه ديال الباطو. كما قلت لكم هذه العجينه تكون شويه غليظه، وكنبركوا عليهم بهذا الشكل.
وهذا الشكل الثاني كنقطعوه دوائر بهذا المرشم، هذا يكون صغير، ونعاودو نقطعوا القلب ديالو بهذا. المهم الشكل اللي بغيتيو نتوما، انا كنعطيكم فكره وصافي. غنقطع الشكل ديالو بهذه. ويجينا على هذا الشكل. والشكل الثالث غادي نقطعوه على شكل هلال بهذا المرشم هذا، ويكون شويه غليظ، ماشي غليظ بزاف بحال الشكل الاول، لاننا ما غاديش نلاصقوا واحد مع واحد. وهذا التزيين ديال الشكل الثاني كندهنوه بالكونفيتير جاري من هنا من الفوق هكذا بحال هذا الشكل، نديروه في الكوك هكذا بهذا الشكل. نجيب وحده سامبل هكا، وكنخوي فيه هذا الخليط اللي صوت من الكونفيتير، معلقه كبيره د الكونفيتير، معلقه صغيره د الكليكوز، معلقه صغيره د الناباج، والروح د البرتقال. وكندير نقيطه هكا، وندير على هذا الشكل. كنزيد نعمر الوسط ديالها شويه. وهذا الشكل الاول كنكونوا هنايا درنا كليكوز، ودرت كاوكاو مهرمش محمر ومهرمش شويه، وفواكه المعسله، وشويه ديال الزبيب. كنجمعهم بالكليكوز وكنعمر بهم الحليوات ديالي بحال هذا الشكل. هو راه دغيا كيشد. هكذا المهم كتجينا بحال هاد الشكل هكا. وهادو الصابلي ديالنا من بعد ما وجدو كيجيو على هاد الشكل هذا. هادي لاصقتها بهذا نيسلي مخلط مع شويه ديال الكونفيتير والناباج، غليتهم واحد شويه ولاصقتهم. يمكن لكم ما ديروش نيسلي، غير الكونفيتير والناباج تغليوهم وتلاصقوا وحده مع وحده، ودهنت وجهها بالناباج ودوزتو في كاوكاو ايفيلي. وهذه راني وريتكم الطريقه كيفاش. هذه لصقتها بنفس اللي لصقت هذه، ودهنت وجهها شويه بالكليكوز، ودرت عليها شويه ديال الكاوكاو مهرمش وسكر كلاصي. يمكن لكم ديروا غير سكر كلاصي ولا كاوكاو مهرمش، يمكن لكم ديروا غير سكر كلاصي ودوزوا عليها بخطور ديال الشوكولاط. وهذه راني وريتكم كيفاش. المهم الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم في واتساب والفيسبوك، وما تنسوش لايك وضغطوا على الجرس 2 مرات باش يوصلكم دائما الجديد. واللي مازال ما شافش الفيديو ديالي دير اشتراك، وفي وصفه قادمه ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.